رحت طبعا عناية وعناية وعناية وعناية، بس شيوخة قصيتي شعرك؟ لا طبعا اكيد ما راح اقصه، احب كذي. حلو. فانا عندي عقل هني، عندي عقل يفكر. شنو كنت اسوي؟ كنت انا ادري انه راح يطول معي الموضوع وراح ياخذ من طاقة. لا ما في. حلو. انا سويتها، شكرا عفوا. فالواحد لما يقول اسال مجرب ولا تسال طبيب، وقتي وايد، لكن بالنتيجه راح تكون النتيجه اللي انا ابيها. شنو هي؟ طبعا شعري كان متقصف من ثلاث، اكو احد يصبغ 3 صبغات بيوم واحد شيء. فشعري وقتها التقصف نفسه مو بس لهني، يعني يمكن انا صبغت 3 صبغات خلاص الشعر انعدم. اوكي. التقصف الواحد بادي من هني ومرتفع مرتفع مرتفع، يعني بالشعر الوحده مرتفعه مرتفعه، التقصف مرتفع لمن فوق. اللي تحت كذي، في بعضهم من تحت وفي بعضهم لفوق. اوكي. اي احد ثاني او اي صالونه راح تقولك تعالي اقصه حقك علشان يطول. اوكي. وعقب ما تقصينه بينك وبين نفسك تقعدين زعلانه وتقعدين عقوتهم تبكين على طمام المرحوم، ما ادري شنو هذا. حلو. خلاص صاير ما في يعد على قولتهم. حلو. يعني كل يوم كل يومين. انا شنو سويت وقتها؟ حلو. قسما بالله اكتئبت. اول شيء شعري ما كان راضي يتحرك من كثر ما هو. اخذ المقص واحاول على قولتي قاعده انقي عيش، وين الشعره المتقصفه اقصها ليمن، وين موقف التقصف اقصه. ما ابي اقص شعري، ما ابي. اوكي. هذا رقم 1. رقم 2 شو اسمه، شامبو حق الفروه، تمام، عشان احفز الفروه، وشامبو حق الشعر، وماسك اخر شيء. حلو. عانيت وتعبت على غير الفيتامينز اللي انا كنت اخذهم، اللي وايد كانوا يعني نقله نوعيه يعني اللي انا كنت قاعد اسوي من برا، اللي قاعد اوريتكم اياه وقلت لكم عنه، سواء الشامبوهات والاشياء والماسكات، وان انا كنت امسك المقص بايدي حرفيا ادور. تخيلوا الشعر كله وين التقصف، امسك شعره هذه الشعره اشوف وين التقصف. مثلا اذا موقف هني اقصه هني، اذا هني اقصه هني، اذا هني اقصه هني. اوكي. يعني امسك الشعره الوحده. اوكي. واشوف وين التقصف لوين، هذه ما فيها، هذه زينه اخليها، اشوف اللي بعدها. هذا اذا فعلا شخص تعبان على شعره ومستعد يسوي المستحيل نفس اللي انا سويته. ما في وحده راح تقعد تمسك شعره بشعرها كل يوم وتخصص وقت معين عشان تمسك شعره تشوف وين التقصف. لا، تروح الصالون تقول قصي لي وخلاص. فهذا اللي انا كنت كنت اسويه. fireworks. اوكي. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني الحين تبارك الرحمن ما شاء الله. بالنسبة حق واحدة كانت تصبغ، كانت باليوم الواحد كنت أصبغ يعني 3 صبغات، وهما لما رحت مصر صبغت 4 صبغات، 3 صبغات بيوم واحد، وعقبها هما 3 صبغات، يعني يمكن 6 صبغات. يعني أنا ما بتذكر عشان يعني سبحانه تبارك الرحمن، أحمده. لما إن أنا رديتها قاعدة أردها طبيعتها مرة ثانية. وغير كذي قلت لكم الفيتامينز اللي كنت اخذهم، اللي هو هذا فول هير هو جامع بين البيوتين وبين البيور جاميز. تعبت صدق. اوكي. يعني انا المفروض شعري، يعني على اللي انا سويته وهببته بشعري، المفروض شعري لهني هم اقوى شيء حق تطويل شعر وحق كثافه شعر، هذا بيور جاميز. خطوات كانت طويله او لهني بس الحمد لله تعبت على نفسي وصدق يعني خذ مني وقت 3 شهور قعدت فيها بالكويت. اهتم وعتني لحد ما
رديت الحمد لله ورحت مصر مرة ثانية وصبغت مرة ثانية. ماكو فايدة فيني، بس اوكي حتى لو ما في فايدة فيني على الاقل ما استسلم واروح اقص. لا، دام انا اقدر ان انا اجابل نفسي، يعني ما اروح عند الصالونة واخليها تحش لي شعري، لا انا اقدر اني امسك المقص ومستعدة اني اخذ شعرة واشوف وين التقصف واقصه، بس على شرط ما اخليهم يحشوا لي شعري ويصير شعري قصير. هنا راح اكتب، مو عشان شيء، هو حلو عليه القصير، بس خلاص يعني تعودت. وبس المسيرة اللي كنت فيها، فلما البنات يقولوا لي انتي اصلا شعرك مو حبيبتي، انتي لو البنات هذيلا لو انتي تصبغين 6 صبغات يومين ورا بعض، يعني اليوم تصبغين يومين ورا بعض، يعني توتل صبغات 6 صبغات، يبوا لي احد سوى كذي. شامبو، سكراب، ماسك، ثلجة، فيتامينات، اعرف شلون البق نفسي. والثاني بس انا شاطرة، لما اصبغ اعرف شلون اللي بسرعة اروح. عابين والحيايا اللي يتابعوني وهني في غل شيوخة بقلبها شنو في صفاء وبس تهتم يعني تطالع نفسها. اوكي this is number 1. number 2 انتي طول ما انتي حق البنات اللي احنا ما نحب العويصة اللي ما كنت ابي اقولها، بس انا صراحة انا فخورة بنفسي لان ما في واحدة تصبغ 6 صبغات يومهم. طول ما انتي في هني غل ما راح تنجحين بحياتك، ما حد راح يحبك. البنات الحلوين اللي يسألوني هذه هي تجربتي، يومين ورا بعض يعني 3 صبغات ويكون كذي ما في. وطبعا بالصدق شكله احلى. Rotating hot air brush. Rotating action volumizes and shines as you drive for smooth. يعطيكم كثافة ولمعان طول ما انتو قاعدين تنشفون شعركم بنعومة. Smoothing, styling bristles, mix soft and firm bristles for smoothness and styling control. معناته هذيلا الشعيرات الدقيقة والصغيرة smooth قوية تسوي لنا كل المميزات هذه. كمل لكم Ionic Frizz Control. إن هذه الأيونات تحافظ على جمال شعرك وتحميه من التلف، وهذا بالأخص في 1200 واط، يشتغل بفولت من 220 إلى 200 ويساعد بتصفيفه بطريقة أسرع 42 ويساعد على تكسير جزيئات الماء اللي تكون وين بشعرنا فيجف بسرعة. هذا اليمين وهذا اليسار، شوفوا ما حتى الغصن ما صار فيه شيء ولا الوردة صار فيها شيء. هذا هو وكود خصمي بيبي
يخصم لكم على كل شيء في موقع Anytime Anywhere الجميل اللي ما يجيب إلا المنتجات الاستشوار الدوار من Anytime Anywhere. علشان كذي أنا أموت على منتجات Anytime Anywhere الجميلة والمفيدة اللي ما تضرنا ولا تضر شعرنا وتعطي لمعان وقوة وكثافة. المنقذ، أنا هذا أسميه المنقذ في سفراتي، في طلعاتي، في عطلاتي، في أي مكان. المنقذ ما يتعبني كلش كلش كلش. أبي أسوي ستريت، أبي أسوي ويفي، أبي أسوي لي برا لي داخل، أخلص شعري بثواني. تخيلوا أن هذه شعرتكم، الغصن ما تدمر والوردة ما تدمرت، شلون شعرنا بيتدمر؟ بس I love you. هذا لضعيف. يقولكم براسين، هذا الراس العود الكبير وهذا الراس الضعيف، هذا الكبير وهذا الضعيف. طبعا الشيئين الوحيدين اللي أنا أخذتهم معاي بسفرتي إلى جنوب سيناء هو كان شغلة هذا الراس العود. شو شلون يتركب، أسهل منه ما في، بس خلص تركب. والحين إن شن هذا الاستشوار، شفتوا أنا شلته بثواني. الحين راح أحط هذا الكبير